الحياة المخططة مسبقا تحدد مسار الأهداف، حيث تتفاعل الأعمال المنجزة مع القيم والفرح بخدمة الآخرين. إذن خدمة الآخرين هو أصل البشر، كالصدى ما تقدمه يعود إليك. وتكون الأفعال على قدر من الكلمات وأعلى صوتا منها، فالثرثرة لا تأتي بطحين. فأنت إنسان ناجح منذ ولادتك مهما أخبرك البعض بعكس ذلك. سيسطع نور إنجازك يوما ما، فقط آمن بذلك. ولكل من يستمع، أنت شخص عظيم أوجدك الله لهدف وغاية، ووضع فيك ما يميزك عن غيرك. فقد تتعثر في طريقك، نعم، قد تفقد توازنك، نعم، وقد تحزن وتنطفي روحك، نعم، لكنك لست بعاجز أو فقير أو مسكين أو مريض أو جهول أو أقل من غيرك. لا تلتفت لكل من يحبطك أو ما يحبطك. أنت وحدك من يستطيع أن يفجر طاقات